وعموما اليومين ونص دول كافيين جدا 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 للرياضه التطبيقيه، فما تضيعهمش منك في الفاضي واستغلهم كويس. الموضوع مش صعب، بس لو مشيت زي ما انا قلت لك كده هتلاقي الموضوع سهل جدا والاسئله بتتحل معاك بسهوله جدا. بس اسمع الكلام يعني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. مساء الخير، ازيكم ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. يعني شرفت الرحله على الانتهاء خلاص، يعني بتخلص اهيت، وحان الان موعدنا مع ليالي امتحان الرياضه التطبيقيه. وقبل اي كلام فيها زي ما متعودين معايا طمنونا تحت في الكومنتات عملتوا ايه في امتحان الاحياء، والامتحان عدى معاكم على خير ولا لا، وجه شبه الامتحان التجريبي ولا مختلف شويه، وايه الرسومات اللي جات لكم في الامتحان. طمنونا عليكم كده في الكومنتات. ومن غير رغي كتير بقى ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش عليكم. بالنسبه للرياضه التطبيقيه فانت معاك بالظبط دلوقتي حوالي يومين ونص قبل الامتحان. الرياضه التطبيقيه لو انت زي حالاتي كده بتحب الفهم اكتر، يعني الادب والنصوص صعبه بالنسبه لك والفيزياء والكيمياء سهلين بالنسبه لك، فالرياضه التطبيقيه اكيد هتبقى سهله جدا بالنسبه لك. ده مش معناه ان انت لو بتحب الادب والنصوص او الفيزياء صعبه بالنسبه لك ان انت مش هتعرف تعمل حاجه، لا كمل معايا بس الفيديو وهفهمك تعمل ايه. انت معاك يا معلم دلوقتي حوالي يومين ونص، فاول نص يوم ده اللي هو بتاع النهارده ده هتعمل فيه ايه؟ هتذاكر الماده الكويسه بالنسبه لك. يعني لو الديناميكا هي اسهل بالنسبه لك او الاستاتيكا هي اسهل بالنسبه لك هتذاكرها النهارده. هتذاكرها ازاي بقى؟ فنفترض يا عم انت هتذاكر الاستاتيكا النهارده، ده على حسب الاسهل بالنسبه لك. يعني الاسهل هتبدا بيه النهارده في نص يوم ده. فهتذاكرها ازاي بقى؟ هتجيب ورقه وقلم وتمشي على درس درس تجمع القوانين المهمه اللي في الدرس. طبعا انا مش قصدي اقول لك كده انك هتمشي تلم القوانين بس وخلاص وتنقلها وخلاص، لا ده طبيعي جدا هتفهم القوانين دي جت ازاي وترجع تاني تراجع عليها كويس جدا، والاسئله اللي انت حللها اصلا قبل كده على الدرس ده او من الكراسه اللي انت بتنقل منها يعني، فهتعيد حلها تاني بعينك بس كده فاهمني، او تفهم هي اتحلت ازاي لحد ما تخلص خالص تجميع كل قوانين الفرع اللي انت ماسكه في ايدك ده. وبعدين هتدخل على الحل عليه على طول. حرفيا تجميع القوانين ده ممكن ما ياخدش معاك ساعتين ثلاثه، بس ما تضيعش وقت. بعدين بقيه اليوم بقى من غير ما تطبق حتى هتدخل على الحل على طول، حل على الفرع اللي انت ماسكه في ايدك ده بس. خلاص خلصت وحليت كويس جدا دلوقتي، هتدخل بقى تاني يوم اللي هو بكره يعني على الماده الثانيه اللي انت سبتها او اللي كانت اصعب بالنسبه لك، اللي هي مثلا الديناميكا في المفترض يعني. فبرضه اول حاجه هتبدا بيها انك تجمع القوانين ديت وتفهم القوانين كلها جت منين او ايه اللي حصل فيها، او تفهم اللي حصل عموما يعني. وهتعيد حل الاسئله اللي انت حلتها قبل كده او اسئله كتاب المعهد تاني كويس جدا. انا بقول الاسئله اللي انت حلتها باعتبار ان انت حليت اسئله كتاب المعهد، فهتعيد حلها تاني فاهمني. انما لو ما كنتش انت حلتها فهتحلها اسئله كتاب المعهد من اول وجديد يعني فاهمني. بس ده الطبيعي يعني عندنا في الثانويه الازهريه، او كل المدرسين اصلا معتمدين ان هم بيحلوا امتحانات او اسئله كتاب المعهد. خلاص خلصت بقى تجميع القوانين او حل الاسئله اللي انت حلتها قبل كده او حل اسئله كتاب المعهد زي ما قلت لك، هتدخل على الحل على الفرع اللي في ايدك على طول اللي هو مثلا الديناميك. هتحل بقى ايه؟ امتحانات السنين السبعه اللي على الديناميكا بس فاهمني، وهتكمل هكذا بقيه اليوم اللي هو بكره ده كله. اتفضل معاك بقى ايه اخر يوم اللي هو قبل الامتحان على طول، هتحل على الفرعين مع بعض. هتمسك بقى الامتحانات، وغالبا كتاب المرشد انا ما اعرفش الصراحه هو عامل ايه السنه دي، بس اكيد هيبقى مجمع الامتحانين الاثنين مع بعض يعني الديناميكا والاستاتيكا. فما وراكش حاجه غير انك تحل امتحانات السنين اللي فاتت ديت بتاعه الديناميكا والاستاتيكا في اليوم اللي قبل الامتحان على طول. اقل عدد امتحانات لازم تبقى حله زي ما قلت لك في الرياضه البحته قبل كده هم 10 امتحانات. طبيعي جدا هتعرف تزود عن كده، بس انا بقول لك ده اقل حاجه لو انت ميت. يعني الموضوع مش صعب، بس لو مشيت زي ما انا قلت لك كده هتلاقي الموضوع سهل جدا والاسئله بتتحل معاك بسهوله جدا. بس اسمع الكلام يعني. وعموما اليومين ونص دول كافيين جدا 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 للرياضه التطبيقيه، فما تضيعهمش منك في الفاضي واستغلهم كويس.